ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم الكوكيز الافران اللي هو بالعسل الاسود. وما شاء الله بقى طالع روعه كده زي ما انتم شايفين. طريقه يعني سهله وبسيطه جدا، مخدش اي وقت، والمكونات بتاعته كمان سهله. والعسل طبعا عارفين ان هو مفيد، واكتر الاطفال ما بيحبوش ياكلوه كده، فقلنا بقى ندخله لهم في الايه، في حاجه يعني ياكلوها. طلع بقى هشش وجميل خالص كده من جوه زي ما انتم شايفين. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ندخل بقى على الطريقه على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. هنا بقى جبت البولة، هننزل بقى فيها بكوباية عسل اسود. طبعا مش هنضيف بقى سكر لان العسل هو بديل السكر. بيضة، هنحط عليها رشة فانيليا، حوالي ربع معلقة كده، ونقلبهم بقى كويس مع بعض. طبعا التقليب مش هياخد وقت لانه هو يعني مفيش سكر حبيبات ولا حاجة، يعني مش هيدوب. شايفين زي ما هو الطريقة يعني سهلة، ولا استخدمنا خلاط ولا مضرب كهربائي. ننزل بقى بنص كوباية زبدة. طبعا هي مذابة بس مش سخن. كل المكونات ايه بدرجة حرارة الغرفة. هنقلب برضو الزبدة كده مع العسل والبيض. بعد كده بقى ننزل بايه، ب3 كوبايات دقيق ونص. بس هننزل بقى واحدة بواحدة، مش هننزل يعني بكل الكمية مع بعضها، عشان ممكن العجينة ايه ما تاخدش مننا ال3 ونص. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو بننزل ايه كوباية بكوباية. دي الكوباية التالتة. هنشيل بقى المضرب ونعمل بقى بايديا. طبعا الكوكيز يعني او البسكوت، البسكوتات يعني بصفة عامة ما بتتعجنش، بنلم بس كده العجينة بايدينا عشان ما تشدش وتنشف مننا. هنحط بقى نص الكوباية اللي فاضلة. يعني هي المقادير ما شاء الله خدت كل الدقيق يعني. زي ما قلت لكم 3 كوباية دقيق ونص. هنا بقى خلاص العجينة ما شاء الله اتلمت وطرية كده وحلوة زي ما انتوا شايفين. لما نجرب بقى كده ايه واحدة معاكم نضغط عليها كده مش هنلاقيها بتشقق، تبقى كده العجينة ايه مظبوطة. هنشكل بقى معاكم. هنا الصينية دهنها كده زيت خفيف بالفرشة، ومعايا شوكولاتة شيبس عشان التزيين. التشكيل بتاعه يعني سهل خالص. هنعمل كده الشكل اللي هو الدائري ده، ونحط بقى عليها الايه الشوكولاتة شيبس كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. حاول ما نصغرش ما نكبرش القطعة يعني عشان ما تطلعش معانا ايه كبيرة، لان هي هتنفش شوية في الفرن عشان عليها زبدة وعليها معلقة صغيرة بيكنج باودر. نسيت يعني اقول لكم ان الدقيق عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. كل المقادير هنكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. نعمل كمان واحدة معاكم عشان تشوفوا يعني الطريقة بالظبط. كمية الشوكولاتة شيبسي بقى اللي تريحكم، ممكن بقى اللي عاوز يكتر اللي عاوز يقلل، دي حاجة بقى ترجع لكم. هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة ونرجع لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما خلصت كل الكمية، هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة بس، ونسيبه بقى لما يهدى خالص، وبعد كده بقى ايه نطلعه بقى من الصينية.
هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلع من الفرن واخد بقى اللون الجميل ده من فوق كده ومن تحت. بصراحة طالع تحفة وريحته جميلة خالص، وطعم العسل مش كمان مش باين فيه، يعني الاولاد مش هيعرفوا ان هو فيه عسل. هننقله بقى معاكم في طبق التقديم. ممكن بقى يبقى كمان في الفطار بقى كده مع كوباية شاي، او بالليل في السهرة، وينفع كمان في اللانش بوكس بقى للاطفال في المدارس. كل سنة وانتم طيبين، وعارفين الاطفال بتحب الحاجات ديت جامد. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.